درتها غلطة، وفي التالي ندمت اللي ما كثرتش منها بزاف هايلة، وندمت اللي ما كنتش نديرها غير بهذه الطريقة. صلوا ونسلموا على الرسول ونبداو بسم الله. اول حاجه عندي ملعقه خميره، ملعقه سكر، وكاس ماء، خلوهم 5 دقائق، وبعدها نجيب باطا ياغورت، حبه بيض، والخل والاعشاب العطريه، ملعقه خل، ملح، والزيت، ربع كاس زيت، سواء زيت زيتون ولا زيت عادي. عندي 2 كيسان وربع تاع فرينه، تقدروا ديروا غير 2 كيسان وتجيكم شابه. هنا يخلوها تريح 10 دقائق، وبعدها نجيبها نحطها في السنيوه، نمشيها غير بالعقل، وندير لها لاصوص تاع لاصوص طوماط عاديه تاع البيتزا، نديكوريها بواش عندك ديري. ندخلها طيب، بعدها نخرجها في نص الطياب، ندير لها الجبن ونرجعها طيب، يذوب ذاك الجبن وراهي واجده. شفتوا اسهل منها؟ ما كاش اسهل منها. وصدقوني واحد البنه بنينه بزاف، كي تجربوها راح تاكدوا من كلامي. يعني الا كنتي روطار وما درتي لهمش الغداء ولا ما درتي لهمش العشاء، هذه سلاك الحاصلين. إلا عجبتكم قولوا لي، لا تحبوا العجينة السائلة ولا العجينة العادية. تلاقوا في وصفات أخرى إن شاء الله. سلام.